السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. طبعا بنقدم لكم عبر هذه القناة الأسعار اليومية والشهرية والعروض والتخفيضات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية. يا ريت بداية تدعموا القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس ولايك للفيديو علشان نستمر بإذن الله في عرض المزيد. النهاردة خلينا نتكلم مع حضراتكم عن أسعار الأضاحي في المملكة العربية السعودية، وخصوصا يعني زي ما احنا عارفين انه الفترة الأخيرة تعتبر أسعار الأضاحي سجلت ارتفاع ملحوظ في السوق السعودي. وطبعا كالعادة كل سنة الناس بتضحي وبتسألنا عن الأسعار، لأن طبعا إن المملكة العربية السعودية طبعا خصصت تطبيق اسمه تطبيق إحسان تقدر من خلاله تحجز الأضحية، والسعر الأضحية بيختلف على حسب حجمها، على حسب نوعها، على حسب زي ما احنا بنقول ان يعني الأضحية ديت عبارة عن ايه. وطبعا وفقا لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأقل حاجة شاه. يجب على الحاج أيضا أنه يذبح هل ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظورات الحج. خلينا نشوف دلوقتي أن السعر الأضحية باختلاف النوع والحجم. يعني مثلا عندي الخروف النعيمي سعره بيبدأ من 1490 ريال سعودي. سعر الخروف الضأن الروماني سعره مثلا بيبدأ من 1080 ريال سعودي. سعر اللامب السواكني سعره بيبدأ من 1150 ريال سعودي. لحم الضأن مثلا الاسترالي سعره بيبدأ من 1200 ريال سعودي. طبعا هذه الأسعار قابلة إنها ترتفع عن هذا السعر، تزيد كمان 100 ولا 200 ريال على حسب الحجم والوزن اللي انت بتشتريه. بيبلغ سعر الخروف البربري بيبدأ من 855 ريال سعودي، قابل للزيادة على حسب الوزن برضه. الحمل الكبير سعره بيتراوح من 1700 ريال حتى 2000 ريال، وده طبعا منتشر في المملكة العربية السعودية للي عايز الوزن الكبير والحجم الكبير، اللي عايز يرمي لحمة. سعر الخروف المتوسط في حجمه بيبدأ من 1400 ريال سعودي. الحمل الصغير بيبدأ سعره من 1200 ريال سعودي خلال الفترة الحالية. يبقى لو هنجمع كده ونقول لكم أسعار الخراف بمختلف أنواعها تتراوح أقل سعر ليها من 855 ريال سعودي وانت طالع حتى تصل ل 2000، وفي بيعدي 2000 ريال سعودي. ده طبعا بس بيكون باستثناء لان احجامها الكبيره جدا ديت مش بتكون منتشره، ولكن الناس بتحب الاحجام المتوسطه اللي بيتراوح سعرها ما بين 1000 حتى 1700 ريال سعودي. هي ديت الاسعار الدارجه واللي موجوده حاليا في المملكه العربيه السعوديه. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها لنا اسفل الفيديو في التعليقات. ان شاء الله نتابع مع حضراتكم المزيد خلال الفتره اللي جايه. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مزيد من أخبارنا العاجلة والمختلفة.